عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم، صباح الرضا وراحة البال على كل إخواتي اللي بيشوفوني من كل مكان. طبعا قبل ما ابدا الفيديو بتاعي كالعاده يسعدني ويشرفني ان ارحب بكل اخواتي من كل مكان واقول لكم انكم كلكم منوريني ومشرفيني، ودايما وجودكم كالعاده فوق دماغي من فوق. بصوا بقى، قبل ما ابدا الفيديو وقبل اي حاجه كده، عايزاكم كلكم دلوقتي حالا الكل يدخل يحط لايك على الفيديو، طبعا ده فضلا وليس امرا، وعايزاكم توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات لو حبيتوني، بس أكيد هتحبوني أنا عارفة. ولو انتي أول مرة تشوفيني، أنا صفاء مرتضى ودي قناتي. هتنزلي تحت الفيديو وتدوسي على الصورة بتاعتي، هتظهر لك كلمة اشتراك، هتدوسي عليها وتشتركي، وهتدوسي عليها مرة تانية وتختاري الكل. وده ليه؟ عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل. ويلا بقى على طول نبدأ الفيديو بتاعنا. النهاردة جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد، ويلا بينا على طول على الفيديو. اول حاجة النهاردة كان معانا بقى ايه الحاجات دي، كان جايبة جوزي من بالليل طلباتي يعني للبيت وكده. طلبت منه يجيب طماطم وبصل وبطاطس وشوية حاجات كده، فانا هرصها معاكم دلوقتي. اللي عايز يتغسل هنوديه يتغسل، واللي مش عايز يتغسل هيتحط في الباسكت بتاعه عشان ينزل خلاص كده ونبقى خلصنا منه. تمام، ده اللي انا بحطه ده دلوقتي، ده التوم. وبعد كده الباسكت التاني ده هحط فيه البصل ده. طبعا ولا البصل ولا التوم هما محتاجين الغسيل، عشان كده احنا حطيناهم كده في الباسكت وسبناهم. اما الحاجه اللي محتاجه الغسيل شلتها كده، حطها جنب الحوض لحد ما ارجع لها. هنا بقى ايه اللي في ايدي ده كان ملوخيه ناشفه، وانا يعني بحب لما تجيلي اي حاجه فلت كده في اكياس، مش بحب اسيبها في كيسها، بحب افضيها في علب منظمات كده بجيبها من السوق. العلب دي كانوا بيتباعوا الاتنين ب10، فجبت منها يعني، كنت كل ما انزل كنت اجيب شوية عشان انظم بيها المطبخ وكده. فجبت عدس مثلا، جبت فول، جبت اي حاجة سايبة في كيس فبفضيها احطها على طول في العلب دي. حلوة بتساعدك يعني ان انتي تحافظي على المطبخ بتاعك منظم ونضيف. دخلت كده على المواعين بقى عشان انا كنت عايزه اغسل الخضار ودي مواعين كانت قاعده من امبارح، الطباقه والحاجه دي، فشطفتها كده شطفه على السريع. وطول ما وصلنا هنا عند المواعين بقى، انتوا عارفين البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفه مين بيقولها ومين مش بيقولها، بس اتمنى ان انتوا تكونوا بتقولوها، عشان كده تطلعوا من الفيديو على الاقل يعني مستفادين من الفيديو بحاجه. وصحيح كنت عايزه اقول لكم يعني تدعوا لماما الله يرحمها بالرحمه، وتقولي لي في التعليقات لو محتاجين اي حاجه، ان انا مثلا افكار للفيديوهات، ايه اللي انتوا حابين تتفرجوا عليه، ايه الحاجه اللي انتوا بتحبوها اكتر، التنظيف وكده ولا الطبيخ والاكلات ومش عارفه ايه وكده يعني، ولا نخلي الفيديو متنوع ما بين كده وكده. فقولوا لي بقى في التعليقات عشان ايه ابقى عارفه إيه اكتر حاجه انتوا بتحبوها ايه. بصوا هنا فتحت الغساله بتاعت الاطباق بقى، بقيت ارص الحاجه كده زي ما قلت لكم. لما تيجي ترصي في الغساله بترصي الحاجه بميله، تمام. ورصيت المعالق ورصيت الحاجه كده. لو انتي منضفه غسلت الاطباق ورصه الحاجه بميله كده زي ما انا رصاها، يعني بترصيها مايله كده شويه، مش ترصيها مستقيمه. هتنضف معاكي غسالة الاطباق، وفي نظام مصفى كده من تحت، فيها من تحت خالص، دي لازم تهتمي بنظافتها، ولازم كل من وقت للتاني تطلعيها وتغسليها وكده وترجعيها في مكانها تاني. تمام، هرص كده كل الاطباق والمواعين اللي عندي، عشان غسالة الاطباق هشغلها كتير النهارده، لاني هغسل يعني هغسل التلاجة. فالتلاجة طبعا كل الحاجة اللي فيها هتطلع هتتغسل، الكويس هيبقى قاعد، واللي مش محتاجاه خلاص على كده هرميه. حطيت كده الحاجة في المسحوق بتاعها، ورحت هنا للحوض تاني عشان انا عايزه اغسل الحوض وايه وانضفه كده، عشان طبعا انتوا عارفين انا لما باجي اغسل الخضار بتاعي بغسله في الحوض، بكون غاسله الحوض ومنضفاه ومخليه زي القشطه كده، واغسل فيه الخضار. تمام،
فانا هغسله كده وهظبطه. الفرشة اللي انا بغسل بيها دي حلوة وعملية وبستخدمها في حاجات كتير في المطبخ. حلوة يعني، بيبقوا التلاتة مع بعض بجيبهم، وحلوين في المطبخ وعمليين جدا يعني. بصوا كل حاجة انا بستخدمها بتجيب معايا نتيجة، انا بوريها لكم. وكمان المساحة دي لما تيجي تغسلي الرخامة او كده، او تبقى في مية على الرخامة عندك، بتنزليها بالمساحة دي احسن بكتير من قماشة ومش قماشة ومش عارفة الكلام ده، ونفضل نعصر بقى في القماشة وكده. لا حلوة. جيت هنا بقى ايه للفراخ. انا كنت نقعها من بالليل في ميه وخل وملح. تمام، نقعتها كده من بالليل، وجيت بقى الصبح ايه عايزه خلاص اعملها. فقبل ما هعملها رحت انا، لو الخطوه دي لو كان جوزي يعني ما تاخرش بره، كنت عملتها من بالليل، كنت سبتها متنقعه في التتبيله اللي انتوا هتشوفوها دي من بالليل. بس انا بالليل رحت حطيتها على طول في ميه وخل بقى، ما استنيتهاش عشان انضفها، لان بتسيبيها في الميه والخل دي حوالي 10 دقايق نص ساعه، وبعد كده بتطلعيها وتحطيها في التتبيله اللي انا هوريها لك دلوقتي دي، بتخلي كل الروايح تروح منها وتخليها نظيفه جدا. فانت لو عندك وقت اعملي الخطوه اللي انا بعملها دي من بالليل، وسيبيها من بالليل في الفراخ في التتبيله دي، وقومي الصبح بقى اغسليها وحطيها زي ما انا هعمل دلوقتي. تمام، شلت كده الجزئيه اللي هي بتبقى مش مستحبه دي في الورك، وبقيت انضف بقى ايه اللي هي الحته اللي بيقولوا عليها كبد دي مش حلوه، ما تسيبيهاش في الورك عشان بتعمل ريحه زفاره يعني في الاكل وكده. بنشيل الجزء اللي هو بيبقى في الورك من ورا ده، والجزئيه كمان بتاعت الكبده دي مش حلوه، وبتعمل روايح مش حلوه في الشوربه. تمام، نضفت كده الحوض، وهنجيب بقى ايه الفراخ بتاعتنا عشان اوريكم دلوقتي احنا هنحط عليها ايه. انا حطيتها كده بمصفتها، اديتها غسله مره تانية، غسلتها مره تانية لان حسيت ان لسه فيها حاجات عايزه تتغسل. تمام، هحط ملح. انا كنت بشمها هنا ايه اخبارها. وهنا حطيت خل. تمام، وهنا دقيق، ملح وخل ودقيق، هشيلها من المية بتاعتها كده. لما هاجي احط الدقيق خلاص انا هصفيها من المية والخل اللي انا كنت حطاهم فيها. دلوقتي حطيت دقيق، حطيت جنزبيل وقرفة. تمام، وهحط كمان معلقة خل تاني. خلاص هنقلبهم كده اهو، وهنسيبها على جنب حوالي نص ساعة كده. او لو انتي بتعملي من بالليل زي ما قلتلك، خليها من بالليل في الكلام ده، واصحي الصبح على طول اعملي بقى ايه اللي انا هوريهولك دلوقتي. بصوا طعمها بيبقى تحفة، وكمان بتطلع يعني الاكل ايه اوعى وشك. خدت انا التوم كده، رحت حطيته في الميكروويف، عشان زي ما وريتكم قبل كده ان التوم لما بتيجي تحطيه في الميكروويف اقل من 30 ثانية كده بشوية بيتفصص معاكي بسرعة. تمام، الفراخ لما بتعمليها كده وبتعمليها بتحطي لها توابل وتحطيها كده بتطلع طعمها جميل. جربيها وهتفرق جدا معاكي في الطعم. بصوا بقى، انا رحت هنا جبت اهو التوم خلاص، هفصص كده فصين من التوم او 4 فصوص توم، وهحطهم كده في اللي هي الكوبايه بتاعت الهاند بلندر دي، عشان انا هضربهم في الهاند بلندر اهو. لو انتي مثلا مش متوفر عندك ممكن تعملي في الخلاط عادي خالص وبتتحن، ما فيش اعملي في الكبة. بس انا بستسهل الصراحة الهاند بلندر، بحسه سهل كده ويعني ايه مش بيعمل كركبة في البيت، ولا تقعدي بقى تنضفي كتير بعد ما تستخدميه. يا دوب بتغسلي الكوبايه بتاعته وهو السلاح بتاعه وخلاص. على كده حطيت التوم، وهجيب كمان شويه من الزيت هحطهم عليه عشان انا عايزه البصله والثوم مهروسين خالص، مش عايزه فيهم تفاصيل يعني، عايزاهم مهروسين. حطيت كده الزيت. بردك لو هتعملي في خلاط او في كبه اعملي نفس النظام، وحطي الخطوه بتاعت الزيت دي حلوه، بتساعد على الحاجه ان هي تتخلط بسرعه وتتخلط ناعم جدا. جبت بقى كده الهاند بلندر، بقيت ايه كده افرمه. بتتفرم بسرعه، بتتفرم حلو يعني. انا بحس ان الكبه لما باجي اعمل فيها مش بتفرم يعني الفرم اللي انا عايزاه. تمام،
في حاجات في الاكل بتبقى محتاجة البصلة تتهرس خالص، وفي حاجات بتبقى محتاجة ان البصلة تبقى متقطعة. فانا هنا مش عايزة البصلة متقطعة، انا عايزاها مهروسة. هنروح بقى تاني للفراخ بتاعتنا. خلاص احنا سيبناها كده لحد ما عملنا البصلة والتومة. هنغسلها من كل الحاجات اللي فيها، بس نتأكد ان في حاجات كده في الفراخ بتتزحلق كده، انتي بتنضفيها في الجلد بتاعها كده. بصوا اهو انا ماسكاها ايه بتزحلق، احنا مش عايزينها الحاجات دي. اهو احنا بنحط الدقيق عشان نطلع الحاجات اللي عمالة تتزحلق دي. تمام. انا لقيت لسه فيها زي ما هي، فهحط كمان شوية دقيق عليها كده، وهعملها على الناشف قبل ما احط فيها مية كده. يعني ايه، هفركها كده عشان اطلع الحاجات اللي هي بتتزحلق اللي انا بقول لكم عليها دي. انتوا فاهميني؟ بصوا مش عارفة انتوا فاهميني ولا لا، بس انتوا اكيد فاهميني انا عارفة. تمام. خلاص هطلع اهو. شايفين الحاجات اللي هي بتتزحلق دي عاملة ازاي؟ بتطلع كلها كده في الدقيق اهو. هنا في الخطوة دي المفروض انا كنت يعني اقطع الورك كده، اديله تشريحتين من فوق كده. انا بحب اعمل كده، ادي الورك تشريحتين كده من فوق، بس نسيت. فهعملها لما اجي احط البصل، يعني لما تكون على النار وكده هكون افتكرتها وهعملها. هنا جيت بقى ايه للبوتاجاز اهو. بصوا حطيت البصلة على، ما حطيتش الفراخ في مية، لا انا حطيت البصلة على الفراخ دي. احنا برضو هنسلق الفراخ، مش هنسلقها، بس الخطوة دي بتخلي طعم الفراخ تحفة تحفة. جربيها يا حبيبة قلبي واكيد هتعجبك يعني. هنا اهو بص، دي الخطوة اللي انا كنت بقول لكم عليها، ان انت تدي تشريحتين كده للفراخ. قلبتها بقى، هقعد اقلب فيها كده لحد ما ايه تاخد من طعم البصل بقى، والبصل مع الوراك ياخد من طعم البصل وكده. تمام. هنيجي بقى نحط التوابل بتاعتنا. فلفل اسود، 7 بهارات، وكزبرة وقرفة وجنزبيل ومكعب من المرق، بيدي طعم يعني للفراخ وكده، وللشوربة بتطلع الشوربة جميلة. يا سلام كمان لو في شوية خضار تتحط في الشوربة، بس انا ما كانش عندي الصراحة. لو عندك مثلا كوسة ولا اللي هو بتاع ده كرفس او جزر او كده، تحطيه عليها، بتبقى طعم الفراخ تحفة، تطلع كده متشبعة من طعم الخضار. قلبت كده اهو بصوا الريحة تحفة. مش عارفة اقول لكم والله. جربي الحاجات اللي انا بعملها دي، يمكن تكون حلوة يعني. اكيد طبعا انا مش هعلمكم، اكيد انتوا احسن مني بكتير في المطبخ، بس احنا بنستفاد يعني. اهو انتوا تقولوا لي فكرة، انا اقول لكم فكرة، واو كلنا اخوات بقى، نفيد بعضنا كده ونتعلم من بعض. تمام. هنا جبت بقى ايه قلت لكم ان انا مش بحب شكل الازازه بتاعت الزيت دي على الرخامه، فبفضي في الازازه الازاز. خلاص حطيت لها كده الميه السخنه، كنت سخنت ميه سخنه في الكتل وحطيتها لها. وخلاص على كده بقى ايه، هنروح نشوف ايه اللي ورانا لحد ما الوراك دي تتسلق. رحت غسلت الحوض تاني طبعا من بعد ما استخدمت الفراخ. تمام. وجبت بقى الخضار بتاعنا كده، وحطيت والطماطم غسلتها كده، خليتها تقعد في المية شوية. وبعد كده جبت حطيت البطاطس، بس البطاطس هتسيبها شوية لان بيبقى فيها اسمه ايه ده، بيبقى فيها طين. بيبقى فيها طين وبتبقى عايزة تتنضف يعني وكده، بتسيبها في المية شوية لحد ما الطين ده يدوب. وبعد كده بجيب الفرشة دي اللي انا وريتها لكم اهو، بس دي مش اللي غسلت بيها الحوض، دي واحدة تانية. دي واحدة انا مخصصاها للفراخ، للخضار قصدي. دي مخليها للخضار والتانية بتاعت الحوض، يعني انا مخليه واحدة للحوض وواحدة للحوض، وواحدة للمواعين وواحدة للخضار. فصفيت كده المية اللي مش نظيفة، وبعد كده رحت بقيت اعبي مية تانية عشان البطاطس تنضف معايا. لان اوقات كتير انا بعمل البطاطس بقشرها للولاد، لان بيقولوا ان في يعني في القشر بتاع البطاطس بيبقى فيه فايدة كبيرة.
فانا اوقات كتير بعملها بقشرها، عشان كده انا بهتم بنظافتها وغسيلها. يعني في حد ممكن يقولك طب انتي بتغسليها ليه؟ طب ما هي كده كده هتتقشر. لا، لما تشيل الخضار وهو مغسول في التلاجة احسن من ان انتي تشيليه وهو مش نظيف. مثلا ابنك يروح ياخد له طماطمايه، خيارايه، مش عارفه ايه، تبقي مطمنه حتى الحاجه في التلاجة وانتي مطمنه ان الحاجه دي نظيفه. ما يبقاش ابنك يروح مثلا او بنتك تروح تشيل حاجه من التلاجة وتاكلها على طول وهي فاكره ان هي نظيفه وتكون هي مش نظيفه. عبيت بقى الطماطم كده في باسكت والبطاطس في باسكت، والبطاطس اللي فضلت دي انا جبت كده لما بكون شغاله في المطبخ بكون جايبه ايه زي حاجه يعني حله ولا حاجه بقشر فيها كل الخضار اللي عندي بتاع اليوم، وفي الاخر خالص بشيلها اروح احطها في الرابش، افضيها في الرابش عشان ما يبقاش فيه كركبه وابقى مقشره بصل هنا وتوم هنا ومش عارفه ايه. لا، كله في طبق واحد او في حله واحده وفي الاخر بيتشال يترمي. قشرت كده البطاطس بتاعتنا وقلت ايه بقى، انا اعمل صينية البطاطس كده قبل ما اروح للتلاجة عشان عايزة انضف التلاجة. وسبت كده البطاطس والطماطم على جنب، وايه قلت اعمل صينية البطاطس كده انا واقفة، لان الولاد خلاص كانوا قربوا يجوا من المدرسة، وبصراحة يعني بيجوا تعبانين يعني وجعانين وكده، فعايزين ان هما يتغدوا. فطبعا مش هظلمهم عشان خاطر شغل البيت، لا، انا قلت اعمل الاكل الاول، وفي وسط ما انا بعمل الاكل يعني اسيب الاكل على النار يستوي، وفي وسط ما هو بيستوي اروح بقى ايه عامله اللي ورايا بقى، اذا كنت هلم مطبخ ولا هطلع اغسل التلاجة او هنضف البيت. لكن الاكل ده بيبقى اول حاجة عشان اللي بيجي من بره بيجي جعان يا عيني وعايز ياكل. تمام. شلت كده بقى ايه خلاص البسكتات هحطهم كده على جنب لحد ما اروح للتلاجة. وبعدين جبت البطاطس رحت ايه مقطعاها حلق كده. هنا كانت في اللحظة دي بقى كان خلاص الوراك كانت استوت، وانا كنت بقى ايه خلاص انا هروح دلوقتي اطفي عليها عشان اجيبها بقى اجيب الشوربة بتاعتها واحطها على البطاطس عندي. انا اللي بكون عاملة ايه بقى، بكون جايبه البصل ومسوياه وحطاه في علبه في التلاجة، والطماطم كمان بكون يعني ايه عصراها ومسبكاها وكده وحطاها في علبه في التلاجة، عشان وقت ما اجي عايزه اعمل اكل الاقي الحاجه دي جاهزه واطلع على طول احط كله على بعضه واحط في التلاجة، احط في الفرن او على البوتاجاز. ادي كده البصل زي ما قلت لكم كنت حطاه وهرساه كده، وفضلت حته بصل من اللي احنا عملناها من شويه، وعليهم الطماطم، عصير الطماطم. خلاص حطيت كل حاجة على بعضها كده وقلبتها، وخلاص بقى هروح اجيب الوراك عشان احطها على الوش. وخلاص طبعا الشوربة بتاعت الوراك خلاص واخدة كل حاجة، وحطيت لها ملح حطيت لها ملح، وانتم يعني ايه الحتة دي ما تصورتش. خلاص هحط بقى كده وهجيب الشوربة بتاعت الفراخ واحطها عليها كده، وخلاص بقى اروح احطها في الفرن. وانا بقى كده خلصت من صينيه البطاطس. وبصوا صحيح هنا حطيت عليها سمنه بلدي كده اللي احنا عاملينها مع بعض. السمنه خلصت والله، عايزه اعمل تاني. صحيح اللي جرب السمنه دي يقولي ايه رايه في التعليقات فيها. تمام. جميله وريحتها حلوه، وفعلا تديكي يعني التست بتاع السمنه البلدي، وكمان مفيده احسن من السمنه المهدرجه اللي احنا بنستخدمها. هنشيل كده البطاطس وهنوديها بقى هناك في الفرن. نيجي هنا بقى الايه للرز. طبعا كلكم بتعملوا الرز وبتعرفوا تعملوا الرز واحسن مني كمان كتير. بس انا ايه بحب كده اشارك معاكم اليوم، حتى لو كانت تفاصيل بسيطة، بس بجد بحب اشارك معاكم اليوم. بحس ان انتوا اخواتي كده وحبايبي، وبجد والله يعني بيكون عندي طاقة ايجابية كده لما باجي اعمل الفيديو، ان انا بحس ان بنشط حد او يعني بخليكم تتنشطوا، او لو قاعدة مثلا متضايقة تقومي تشتغلي معايا او كده، يعني اهو بنسلي بعض زي ما بيقولوا كده. بصوا حطيت كده معلقة سمنة بلدي، وحطيت كمان معاها حبة زيت، وجبت كمان الشعرية كده، وبقيت بقى ايه احمرها. انا مش عايزاها اللون اللي بيبقى فاتح ده، لا انا عايزه اللون بتاعها يبقى متحمر كده حلو كده لونه ذهبي، عشان بيبقى في الرز كده لما تيجي تحطي الرز بيبقى شكله جميل كده، بيبقى الشعرية لونها ذهبي والرز لونه ابيض، بيبقى تحفة يعني. لكن لما بتحمري الشعرية لونها فاتح، فما بيبقاش في فرق بين الرز والشعرية.
خلاص كده انا اللون اللي انا عايزاه، اللي انا عايزاه ده. حطيت هنا الرز خلاص، وايه هياخد له تقلبتين وهحط عليه الشوربه. لازم الرز يتفلفل معاكي حلو كده عشان تبقى تطلع الرزايه برزتها، يعني ما تحطيش الرز والشعريه وبعد كده رايح حاطه عليها على طول الشوربه، لا، قلبي فيه شويه كده لحد ما تحسي ان اللون بتاع الرزايه اتغير، يعني بقى اللون بتاعها فاتح خالص كده ابيض. تمام. جبت بقى الشوربه بتاعتنا كده وحطيتها اهو على الرز. هقفل بقى على الرز خلاص واروح اشوف ايه اللي بعده. هنا اللي بعده كان ان انا كنت مش عارفه يا ربي هعمل ايه. حطيت شويه ملح على الرز، وهدخل كمان على التلاجة دلوقتي عشان اغسلها. تمام. رحت كده بقى ايه، طلعت كل الحاجة اللي فيها. الفترة اللي فاتت كنت جبنا سبانخ وخضرة وكده. رحت شلت كده السبانخ، كنت حطاها الصراحة في التلاجة كده زي ما هي، وبعدين رحت شايلة كده كل الحاجة اللي فيها. دي كانت اول مرة اغسل فيها التلاجة من ساعة ما خلصنا توضيب في الشقة. صراحة ما كنتش فاضيالها، وكنت بطلع من حاجة وادخل في حاجة، والغسيل وحاجات كتير في البيت، والبيت يعني ايه فتح معايا في التوضيب وفي النظافة وكده. رحت كده شلت كل الحاجة اللي فيه، وخدت الرفوف بتاعتها حطها في غسالة الاطباق. بقيت اغسلها شوية شوية طبعا عشان الغسالة بتاعت الاطباق مش هتشيل كل الرفوف. ونضفت كده كل التلاجة، وكنست كده الحاجة اللي فيها في مكنسة صغيرة كده انا مخصصاها للمطبخ. نضفت كده كل الحاجة اللي فيها، وجبت بقى ايه القماشة دي مبلولة خل وبريل ومية وكده. وبصوا انا يعني اديتها تنظيفة حلوة كده على اساس ان ايه خلاص بقى ترص وان شاء الله كل اسبوع كده تتنضف تاني زي ما كنا بنعمل في الاول قبل ما ندخل في الربكة بتاعة البيت. جيت من بره كده بالبخاخة برضو فيها نفس الكلام، بريل وخل ومية. والخل هنا لازمته ايه، الخل بيخلي الستانلس ستيل يلمع جدا وبيساعد على النظافة. بصوا مطبعة من كل مكان، ومن ايدين الولاد ومن ايدينا ومن كل مكان مطبعة. ايه مسحتها كده مسحة على السريع، وجيت كمان من الجنب بتاعها ورحت مسحاها. وبعدين رحت بقى ايه، كانت خلاص الغسالة خلصت الرفوف، حطيت فيها الرفوف بتاعتها، ورجعت بقى الخضار فيها زي ما هو. وجبت البيض كده حطيته في الباب بس حسيت انه هيقع، رحت حطيته في زي ما هو كده. خلاص على كده الفيديو خلص. يلا بقى باي باي، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.